عليكم حبايبي، وحشتونا كتير كتير. اهلا وسهلا بيكم في يوميات وشقاوة مرمر. النهارده روتين جديد زي ما انا قلت لكم، عزمة العيد، كل سنه وانتم طيبين. عندي بقى دلوقتي احنا الفيديو ده يبقى 2 مش هيبقى 1. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعت النهارده لازم جدا يعني اللي ما اشتركش ينزل دلوقتي بسرعه يشترك في القناه ويفعل الجرس يخليه للكل، وايه تاني ويعمل لنا لايكات كتير كتير كتير. اطلعوا فوق كده، اطلعوا يعني طلعوا كده الشاشه لفوق كده، هتلاقوا كلمه لايك تحت، دوسوا عليها بس الموضوع سهل. محدش ياخد منكم. صغروا بقى الشاشه ثواني، صغروا الشاشه تاني، شايفين الخط الاحمر ده؟ دوسوا عليه. صغروا الشاشه تاني، هتلاقوا سبسكرايب حمرا كده، دوسوا عليها لحد ما تبقى او كلمه اشتراك لحد ما تبقى مودي. بس كده، مش عايزين منكم اكتر. طبعا مونيكا كل شويه بتيجي تقول لكم معلومه جديده وانتم ما فيش فايده فيكم. مادام في مونيكا في نظافه. طبعا مش شرط بقى ايا كانت النظافه، بس بس في نظافه. طيب النهارده هنعمل الفيديو ده على جزئين. جزء هيكون تزقيف وتحت سراير وتنفيض وكده، وتيجوا نشوف. الجزء الثاني هنعمله لكم برده، يعني الفيديو ده هينزل بعد ده بيومين عشان الهلكه والمونتاج والدنيا انتوا عارفين طبعا. هينزل بعدها بيومين بالظبط الساعه 8 بتوقيت مصر. يلا بينا. ما تنسوش السبسكرايب او الاشتراك واللايكات كتير كتير كتير. هنا بقى كده بدات انا ومونيكا نلم بقى ايه كراسي الانتريه. مونيكا بصوا واقفه لي بالسلم انا ازاي. كل ده ما كنتش عارفه انها بتصور اصلا. بص افضل قالت لي فعلا. بصوا انا كده جرينا الانتريه كله وانا ما مسحتش وراه خالص ولا اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير عشان راس السنه وعشان العيد بتاعنا. عيد سعيد علينا كلنا يا رب. بصوا كده انا بدات ان انا هنا اطلع كده انفض الجبسن بورد. هو ما بيتزعفش يعني، حته ان انا اجيب زعافه وازعفه ممكن يتقشر مني، يعني هيبقى ليه مخاطر يعني. شايفه صح ولا ايه؟ فانا قلت ايه اعمله بالريشه. هنا كنت بلقط صوره مصغره للفيديو زي ما انتوا عارفين، بقيت القطها في قلب الفيديو. بدات ان انا اجيب السلم يمين وشمال عشان خاطر اعمل التراب. بص انا اصلا مسجلين صوت في يوم تاني خالص. موضوع التراب ده انا نازله شعري ابيض. دي بتاعت فيرو وماسة حبايب قلبي، حبايبي وروحي، وحشتوني جدا جدا. خبطت 100 خبطه في الانتريه هنا، 100 خبطه. فانا حاولت ان انا الم التراب. عايزه اقول لكم التراب صعب جدا، بقالي سنه ما عملتش الجبسن بورد، فلا كنت يمكن انتم مش شايفينه، بس انا فعلا نفسي اتكتم. ومونيكا ساعتها قالت لي مناخيري حرقتني جدا يعني. تعبانه جدا والله. قالت لي فالريشه دي اي حد عنده جبسن بورد يا ريت يعمل بالريشه دي. حلوه جدا، احسن من الزعافه اللي هي البلاستيك دي بتخربش. موضوع ان انتوا تعملوا النجف كده برضو كويس، مش وحش. انا كده خلصت تقريبا الاوضه دي. مونيكا حطت جايب المنديل، مش قادره خلاص، جيوب الانفيه تعبت. طلعت الصاله، بدات ان انا ازعف برضو هنا كده. سبت مونيكا بقى تمسك الزعافه الطويله وتعمل اوضه الاطفال. دراعي بقى هنا كنت خلاص شليت، بس ما عنديش انا عنكبوت، يعني انا مش بيكون عندي العناكب والحاجات دي في السقفه. لا انا بحس ان بيبقى تراب. صح ولا انت حسيتي بايه؟ بصوا هنا بقى عملت لها المروحه وهي ما شافتنيش. شفتي بقى؟ يعني ما لمعهاش خلاص عملتها والله. هبقى لمعها برضو. هنا بتعمل طبعا انا بعمل ربع اللي مرمر بتعمله يعني. حياتي يا كوكو والله. بس فمونيكا برضو حاطه على نفسها. انا بقول لكم انا حاسه ان في تراب يعني. جيوب الانفيه بتتعبني جدا. عايزه اقول لكم ان انا تاني يوم طلعت عملت فوق الدولاب عشان برضو كنت نسيت ان احنا نعمله. فنزلت اللحافه والبطاطين وقلت اغسلها، وطلعت بقى نفضت كده تنفيضه محترمه. هنا كده بتشرف عليا بقى لو انت بتعملي ايه تعالي لي. معلش انتوا عارفين ان انا دايما بعيد الحاجه يعني. والتلاجة على فكره مامة رامز ربنا يديها الصحه جابت لي المفارش وعملتها. هنا بكلم واحده صاحبتي خبطت على الباب فوقفت التصوير ورجعت تاني. دي بقى اما مسكتها اريح واحسن 100 مره من الزعافه اللي انا كنت بزعف بيها. بس انا كده بص التراب هنا بدات اكح جامد. فمونيكا قالت لي طب عنك، قلت لها لا خليكي انا هكمل. يعني هي البنيه عايزه تساعد بس انا مش مديها فرصه. رامز جه اهو. قال لكم لايكات كتير كتير كتير. رامز كان عليه المهام الصعبه يعني، الشغل الصعب اللي هو يشيل المراتب يجر البوفيه كده وكده بقى. بالعافيه جايبينه بالعافيه. لا انا لسه جاي من الشغل، بس هو بصراحه برضه دخلنا نزعف اوضه النوم. الراجل كانت بتعملها وانا كنت واقفه. مونيكا بصوا انا عملتها على طول. مونيكا قالت لي هاتي نغسل مشايات اوضه الاطفال. يا بنتي استني، قالت لي لا. قلت لها لا يلا، حلاوتها في حماوتها. حلاوتها في حماوتها. ماشي. حلاوتها في حماوتها.
حلاوه ام حسن. فانا كده بصوا بدات ان انا هم مشيتين دول بس. لو تفتكروا انا كنت موديه الباقي في المغسله، وكان سامح اللي انا كنت سايبه لكم الرقم بتاعه بصوا بصراحه بيوصل حلو مجاني. جدا جدا، ولما نفرش فرش العيد هنصور لكم الروتين وتشوفوا قد ايه السجاد اكيد، كان نضيف. بس انا خفت اودي الفاتحين عشان ما ودي التانية يبقعوش. اهي، على فكره السجاد نضيف، هي بس بتبقى يعني بندي روح كده للشقه مش اكتر. بالظبط. او يعني بصوا السجاد مونيكا زي ما راحه انتم جايب شايفين اصلا الموبايل نضيف فله. وانا بجر ميه وبيجي، بس راحه جاية. بصراحه هي اللي غسلتهم والله، مش انا. هي اللي غسلت، بس طبعا ما كناش نقدر ان احنا نصور الحته دي علشان التوطيه وكده، وطبعا انا مش بفضل حتى احنا لما بنوطي قدام الكاميرا الفرشه، مش بنوطي توطيه صريحه، يعني بنوطي كده يعني على ميله قد ما كده بسيطه. بنقدر، بس عشان يعني على قد ما بنقدر. مونيكا طبعا هنا بعد ما غسلت انا بدات ان انا الم الميه بالمساحه والاريال. عماله تقول لي قولي لهم حطوا لايك، انا اقول لها مش قادره اقول. حطوا لايك. لغايه ما مسكت صباعي بقى. بصوا كده بدأنا ان احنا نلم المية، خلصنا. رامز جه قال لي جر البوفيه عشان المية اللي نزلت تحتيه امسح كمان. كان نفسي اوريكم رامز بيعمل ما ازاي لو هو الفيديو مش متسرع. باين. بصوا بصراحه يعني انتوا لو تبصوا على الارض اصلا شقه مرمر فله من لا خباياها، والله فيها خبايا الشقه فله. ورا البوفيه كان فيه تراب لان هو مش تراب بس، يعني التراب العادي اللي هو مهما انكنست ومهما طلعنا، حتى في شقه ماما عندنا ما عندناش حته ان احنا يبقى عندنا تراب متكون تحت الحاجه والكلام ده، لا. حياتي يا مونيكا والله. شكرا يا مونيكا على الشهادة وبعدين الغالية دي. يعني زي ما ماما ومارينا بيعملوا، خلوا دايما ايديكم في الشقه، مش هتلاقوا اي حاجه تضايقكم، لا بالظبط هتلاقوا كده. تراب. والناس اللي على طول تحط ايديكي على حاجه تحسيها انها مطربه والكلام ده، ما احنا ما عندناش الاوبشن ده خالص في حياتنا بصراحه. لا على طول في ايديهم الملمع او المعطر والفوطه. بس انا كده بدأت ان انا الم بقى المية، قلت عشان انشف كل حاجة، واستغبيت اصلا ان انا عاملة المطبخ في نفس اليوم. بس في فيديو تاني قلت اشوقكم بقى كده عشان تتشوقوا للروتينات. بس مرمر لمت ميه كتير قوي. بصراحة يعني. لايكات لايكات. فخلصت اهو، بدأت ان انا الم. ظهري اتقطم الحمد لله، فاستاهل اللايك انا ومونيكا بصراحة، لان اليوم ده متصور على جزئين. هنا رامز قال لي تعالي نعمل تحت السراير، قلت له تمام. راح جاي عايزه اقول لكم ان انا ندمت ان انا اصلا عملتهم هما والله. كانوا فله. ودي فكره ان انت تبقى ايديكي في الحاجه على طول، ان انت حتى لو عملتي بعد سنه ما تلاقيش اي تعب واي مجهود. تملي بتاع البرتقال يعدي، مش عارفه في ايه تقريبا، مع ان انا عند ماما والله انا مشيت. بصوا انا كده طلعت الحاجه تحت السرير، انا ندمت والله ان انا شلته لانه كان نظيف جدا. انا ما كنتش حاسه فيه تراب اصلا. لا لا كان نظيف، ما كانش في اي حاجه خالص. هو لو الفيديو بقى بتاع النهارده بصوا عجبكم، حتى تحت البتاع فله. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم يا ريت تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. انا كده يعتبر خلصنا الروتين، هنكمل في الروتين اللي جاي ان شاء الله. الفيديو ده نزل النهارده، يبقى بعديه بيومين بالظبط همنتج الفيديو التاني وانزله لكم. اسفه جدا على صوت بتاع الدوشه. البرتقال. اسفه جدا جدا. انا كده خلصت. ده بتاع بطاطس كمان مش برتقال. انا كده خلصت الروتين وقلت ارجع للواح، ورامز هيجي يشيل السرير التاني، وبكده يكون يومنا خلص النهارده. او في الروتين ده معاكم في الفيديو ده، لان الفيديو التاني عملنا فيه بقيه الشغل يعني، وكان في شغل كمان من ورا الكاميرا ما تصورش كله. على قد ما قدرت قلت اصور لكم كل حاجه في الروتين. وهنا هنبدأ بقى نعمل السرير التاني. انا بحط المشمع ده علشان المشمع ده خلاص كان دار اتقطم. بيحميلي شوية الواح يعني بين اللوح وبين المرتبة ما يجرحهاش. طبعا انا محدش حاطه بيعمل لي حساب طبعا، بيحطوا اي حاجه كسوة. عليا. حاطه كسوة طبعا للمرتبة. بيقول لكم حطوا لايك، فانا عشان شغلته قال لكم لا ديسلايك، فعادي قشطه مش مشكله. كده خلصتوا، واتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ولو عايزين الجزء التاني استنوا يومين ووصلوا لي الفيديو ده لاعلى يعني الاعلى نسبه مشاهده. لايكات كتير كتير عشان مونيكا تطلع معايا في الروتينات الجايه كتير. كل سنه وانتم طيبين ودايما واقفين جنبنا ومعانا ومش سايبيننا، وبنحبكم جدا جدا جدا. باي باي. باي باي.